السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غنديروا المسمن ديال الفران. عندنا جوج زلايف ديال الدقيق الحرش، وعندنا زلافه ديال القمح، وعندنا نص معلقه ديال الخل، واحد شويه خميره الخبز، والملح حسب الذوق. دابا نخلطوا ونبداو ان شاء الله. ها هي العجينه من بعد ما عجناها، ما تكونش مرخوفه، ما تكونش قاصحه على هذا الشكل. دابا درناها كرات وغنخليوها ترتاح شويه، من بعد نقرصوها ونطلقها. من بعد ما ارتاحت لينا العجينه، خدينا دابا هنا عندنا الزبده والزيت مخلطين، ها حنا قرصنا حتى يبان سطح العمل. غنديروا وحده وسط وحده، نورقوا بالزبده والزيت. دابا هي الاولى ورقناها ودرناها مربعه، وغنديروا وحده في قلب وحده على هذا الشكل، وحنا غاديين تنكملوا. نورقوا نرشوا شويه الزبده والزيت، غير شويه. من بعد ما قرصنا الثالثه، احنا غنديروها في قلب هذوك الجوج اللي درنا وحده في قلب وحده. دابا بحال عندنا ثلاثه، غنديروا ثلاثه في الوحده صافي ونقرصوها. دابا من بعد ما ورقناهم، فاش خرجوا لنا في الاول 12 كره، خرجنا منهم ثلاثه المسمنات. شوفوا ما شاء الله التوراق ساهل ماهل مورق. دابا غنقرصوهم وندخلوهم الفران، نتلاقاو في الشكل النهائي ان شاء الله. من بعد ما قرصنا الاولى، خاصها تكون على هذا السمك هذا، ما يكونش غليظ ما يكونش رقيق. دابا غندخلوها للفران، العافيه شاعله غير لتحت، نطلعوها الفوق ونهبطوها. ها هي المسمنه ديالنا من بعد ما خرجناها من الفران، كانت غير الفوق. دابا غنقلبها في اللاطه على هذا الشكل ونرجعها للفران. كنطيبها في الفران الفوق بحال كطيبيها في المقله. ها هو المسمن ديالنا من بعد ما طاب، شوفوا ما شاء الله مورق مشيش. بالصحه والراحه، ونتلاقاو في وصفه قادمه ان شاء الله.